السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نصيحتي: ادعوا بهذا الدعاء كثيرا. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. معلوم يا حبايبي ان يوم القيامة يوم عظيم جدا بيتحدث فيه مصير العباد يوم القيامة، اما الى الجنة واما الى النار. ربنا يجعلني واياكم من اهل الجنة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، اللهم امين. يوم القيامة حبايبي في نوعين من الورود: إما الورود الذي يرجى وهو الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وإما الورود الذي يخشى وهو الورود على الصراط الذي يكون منصوبا على متن جهنم. يبقى في نوعين من الورود: إما أن نرد على حوض النبي، ربنا يجعلني وإياكم ممن يردون على حوض النبي وممن يشربون من يد النبي صلى الله عليه وسلم ومن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. والنوع الثاني من الورود هو الورود الذي يخشى وهو الورود على الصراط على جهنم. الورود اللي على الصراط على جهنم ده كل الناس سيردون على الصراط سواء مؤمنين أو منافقين. أما الكفار فبمجرد ما ينصب الصراط فالكفار بيلقون في النار ولا يصعدون على الصراط. طب ليه المنافقين بيصعدوا على الصراط؟ لأنهم كانوا في الدنيا بيخدعوا المؤمنين، فلا بد من إظهار حقيقة المنافقين على الصراط. يوم القيامة بتتوزع الأنوار ليس بالتساوي، كل واحد على قدر أعماله، فمنهم من نوره كالشمس، ده المؤمنين، ومنهم من نوره كالجبل، ومنهم من نوره كالنخلة، ومنهم من نوره على قدر إبهام قدمه يضيء مرة وينطفئ مرة، ودي أنوار المنافقين. يطلعوا على الصراط النور على قدر إبهام القدم، يضيء مرة وينطفئ مرة ثم ينطفئ فلا يضيء، فينظرون إلى المؤمنين ويقولون انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، إلى آخر الآيات بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون، هو ده الدعاء، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هو ده الدعاء. فعشان كده نصيحتي لحضراتكم جميعا أن تكثروا من هذا الدعاء. ويا حبذا لو قمنا بالليل وصلينا ركعتين في جوف الليل الأخير، في هذا الوقت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وكماله، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة وينادي ويقول: أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأجيبه، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسألني فأعطيه، إلى أن يضيء الصبح. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: أقرب ما يكون الرب من عبده في الجوف الليل الأخير. وقال كما عند مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا من الدعاء. فأقرب موضع بين العبد وبين ربه في الثلث الأخير من الليل ونحن ساجدين بين يدي الله سبحانه وتعالى. نقوم ونصلي ركعتين ونكرر هذه الآية في الركعتين، ولا مانع من هذا وليس في ذلك أي بدعة. فقد كان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان أحيانا، بقول أحيانا، كان يصلي قيام الليل بآية واحدة يكررها طوال الليل ويبكي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه بإسناد حسن عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها. بيقول الآية يعني بعد ما بقرأ الفاتحة يردد هذه الآية ويصلي الركعة كلها بالآية دي، ثم يركع ويسجد ويقوم للركعة الثانية يقرأ الفاتحة ويردد هذه الآية ويكمل الركعة الثانية. قال: والآية هي: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم.
فيا ريت نقوم نصلي ركعتين ونكرر الآية ديت كتير جدا في هذه الركعات بفضل الله سبحانه وتعالى في وقت القيام، في الثلث الأخير من الليل. فهذا دعاء عظيم، لأن الله عز وجل إن أتم عليكم نوركم أنار لكم طريقكم في الدنيا، وأنار لكم قبوركم، وأنار لكم طريقكم على الصراط. عشان كده ينبغي للعبد المؤمن أن يكثر من هذا الدعاء، لأنه بأشد الحاجة إلى أنوار في الدنيا تنير له طريقه إلى الله، ليعرف الحق من الباطل، ليعرف الحلال من الحرام، ليعرف هذا من ذلك، حتى يستطيع أن يسلك صراط الله المستقيم، وأن يسير خلف الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا دخل القبر، هذا القبر المظلم نحتاج أن يكون نورا مضيئا بفضل الله سبحانه وتعالى. فنكثر من هذا الدعاء: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فينير الله قبورنا فتصبح قبورنا كالشمس المضيئة. ثم نأتي يوم القيامة والصراط مظلم كما تعلمون، فالنار أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى اسودت، فهي الآن سوداء قاتمة لا يستطيع أحد أن يرى فيها أحدا أبدا، عافانا الله وإياكم. والصراط منصوب على متن جهنم، يعني منصوب على ظلام، وكل اللي تحتنا نار، بس نار سوداء عياذا بالله. فإذا صعدنا على الصراط نحتاج إلى النور، فإذا ما صعدنا على الصراط هنا يتضح بقى قيمة الإيمان وقيمة القرب من الله سبحانه وتعالى. كل ما نكون أقرب إلى الله، وكل ما نكون أشد إيمانا وأكثر إيمانا، كلما ازدادت أنوارنا على الصراط، بل كلما اتسع لنا الصراط. الصراط كما وصف أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. شعرة، تخيل حضرتك ماشي على شعرة مليارات المليارات من الأميال، لكن من قدر الله ورحمة الله بعباده الصالحين إن كلما ضيقنا على أنفسنا شهوات الدنيا كلما اتسع لنا الصراط، حتى يصبح الصراط في حق أحدنا كالشارع الفسيح بفضل الله سبحانه وتعالى، ولغيرنا كالشعرة التي يمشي عليها. بالإضافة لذلك سرعة المرور من على الصراط، فمنا من يمر كالطرف، عارف طرف العين، مجرد ما تغمض عينك وتفتحها تلاقي نفسك الناحية التانية. ومنا من يمر كأجاويد الخيل، ومنا من يمر كالراكب المسرع، ومنا عياذا بالله عافانا الله وإياكم من يزحف على الصراط زحفا. ومنهم من تسفعه النار مرة ويكبو مرة ويمشي مرة وتسفعه النار مرة، وهكذا لحد ما يعدي من على الصراط، عافانا الله وإياكم. فكلما ازداد الإنسان إيمانا يصبح نوره أكمل على الصراط، يصبح مروره أسرع على الصراط، يصبح يوم القيامة من الآمنين بفضل الله، ويكون يوم القيامة من أسرع الناس إلى الوصول إلى باب الجنة، حيث ينتظرنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فندخل الجنة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نصيحتي: أكثروا من هذا الدعاء سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. احفظوا الدعاء: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أسأل الله عز وجل أن يزيدكم أنوارا في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.